السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده الجزء التاني من مستلزمات البيبي. النهارده بقى هقول لكم كل السبلايز بتاعت البيبي. بصوا بقى يا بنات، اول حاجه دي مستلزمات. هحاول كده اقول لكم الأولويات، ولو في اي حاجه جات لي هديه زياده او انا جبتها زياده او مش ضروريه برضه هلفت نظركم. بس انا حبيت اوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها ليها علاقه بمستلزمات البيبي بعيدا عن اللبس، عشان تبقوا فاهمين الدنيا اكتر. عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو واقول لكم ايه الحاجات اللي جبتها. الجزء التاني من مستلزمات البيبي بعيدا عن اللبس والسبتات والحاجات دي. ولو انت محتاجه تعرفي حاجه اللبس وكده، هسيبلك لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف، تقدري ترجعي تشوفيه. ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب اول حاجه حابه اوريها لكم يا بنات هي بسم الله دي. اول حاجه يا بنات هتحتاجيها هي ده. هو ده كده شكله، ده الشكل اللي انا جبته، حبيت اجيبه يعني. هو ده كده شكله. ده يا بنات ساتر الرضاعة، حلو جدا ومهم جدا. لازم يكون زي ما انتم شايفين كده قطن وناعم وطبقتين عشان ما يشفش معاكي لو انتي بره، لو انتي في اي مكان، لو انتي عند حد ايا كان. فاهو هو طبقتين كده اهو قطن. مهم جدا ان يكون فيها دي، اولا عشان نفس البيبي، ثانيا عشان تقدري تشوفيه وتبقي مطمنة على النفس بتاعه كده. وفي دي اللي هي الرابطة بتاعته بتتضيق وبتتوسع، فمهم جدا ساتر الرضاعة. انا بصراحة مش فاكرة سعره كام، وللأسف سعره مش موجود، بس انا جبته من محل السندباد موجود عندي هنا في سوهاج في شارع 15. فدي اول حاجة انا جبتها. الحاجة اللي بعد كده يا بنات هي مخدة الرضاعة. هو ده كده شكلها. كنت فاكرة بصراحة ان هي حاجة مش مهمة او مش ضرورية، بس اكتشفت انه لا، ان هي حاجة مهمة. اولا بتقرب جسم البيبي عليكي، ثانيا بتبقى بتخلي نقطة الالتقام لو انتي ابتديتي بقى تشوفي فيديوهات وتفهمي وكده بتبقى صح. يعني وضع البيبي في الرضاعة بيكون صح، عشان ما يحصلوش لا قدر الله اي مشاكل او كده اثناء الرضاعة. فانا جبتها، هو ده كده شكلها. دي يا بنات جبتها من خلود كيدز عندي فرع الحميات. كده هفتحها لك. هو كده بتبقى كده، هنا بيبقى فيها سوسته برضو بتتفتح عشان تشيلي الكفر ده وتغسليها وكده. وده كده شكلها، وبرضو قطن وناعمه من جوه وحلوه قوي، فانا جبتها كده. دي مخدة الرضاعه والساتر بتاع الرضاعه. تمام. دي سعرها يا بنات، بصوا شايفاها مكتوب عليها سعرها 265. تمام. كمان يا بنات من الحاجات المهمة هي طقم العناية. بصي يا بنات، انتي ممكن تجيبي طقم عناية كامل وتوفري بصراحة، وممكن تجيبي طقم العناية بالقطعة، بس انا شايفة انك تجيبيه كده كامل احسن. اولا عشان فيه كفر هيحافظ عليه، وفيه كل حاجة، مش هتحتاجي بقى كل شوية تروحي تشتري حاجة، ولما هتجمعيهم هتلاقي نفسك عديتي السعر بتاعه. ده ب450، بس انا لما جبته كان عليه خصم وكان ب350، فجبته اوريهولكوا كده من جوه. انا جبته بعد ما عرفت نوع البيبي، فجبت منه الازرق او اللي هو بيبي بلو، في منه بينك، وفي منه طالع اشكال كده قطط وحاجات وكده اهو يا بنات.
طبعا ماركة شيكو معروفة، امان، والصناعة بتاعتها البلاستيك بتاعها والمواد بتاعتها كلها حلوة جدا للاطفال وامنة جدا. في بقى فرشة اللثة بتاعت اللسان والشفايف عشان ما يبقاش فيها بكتيريا او ما يحصلش فيها اي حاجة في الرضاعة، ومبرد، وده اللي هو شفاط الانف، وبرده كل حاجة بصوا فيها كفر ومحفوظة ونضيفة ازاي، ومقص، وده ملقاط وقصافة، وبتاعة السكاتة ماسك سكاتة، والترمومتر والمشط، وفرشة شعر طبيعي. هو ده كده شكلها. طبعا مهمين جدا جدا كلهم، فانا جبت الطقم ده. كمان يا بنات جبت السفنجة، ممكن ناس تشوفها تافهة بس انا بالنسبة لي كانت مهمة. بتاعة شيكو، دي سعرها 150. هي غالية، وفي سفنجات كتير ناعمة وخفيفة وب30 وب50، بس انا بصراحة مهم عندي جدا ان بشرة الاطفال بتبقى رقيقة جدا وضعيفة جدا وحساسة جدا، فكان بالنسبة لي مهم ان انا اجيب حاجة صحية بصراحة وهتقعد لفترة طويلة، غير ان هي مضادة للبكتيريا والميكروبات والحاجات دي، فجبتها. دي ليفة ماركة شيكو برضو ب150، وهتلاقوا هنا مكتوب بصوا تنظف جسم الطفل بعناية وقت الحمام، بها ربطة مطاطية يوضع على اليد، حاجات كده يعني مهمة، بيهتموا جدا بالتفاصيل. انا للاسف مكنتش عارفة ان في منها من جوه الوان، فكان لونها بينك، وانا قلت مش مشكلة يعني، مش لازم كل حاجة تبقى ازرق او بيبي بلو، فجبتها يعني محبتش اغيرها. عايزة اقولكم ان هي خطيرة وناعمة وخفيفة وحلوة قوي، فبرضو جبتها. بصوا بقى يا بنات، دي بقى عمته، اوريها لكم كده. دي بقى عمة البيبي، هي اللي جابتها، ربنا يا رب يخليها لنا. حلوة قوي. دي بتاعة الرضاعة الطبيعية اهي يا بنات. هو ده كده شكلها من جوه من بابلز، اوريها لكم كده اهي. هو ده كده شكلها تمام. فانا بما ان هي هدية فانا مش عارفة للاسف سعرها كام بصراحة. مكتوب ان هي ببروم بابلز ناتشرال، مناسبة للرضاعة الطبيعية، ومكتوب كده جواها هنا جوا العلبة فيه زي كتالوج كده وحاجات. طبعا الحاجات دي هبقى اشوفها قبل الاستخدام. فهو ده ايه شكلها بقى. تمام يا بنات. بس تقريبا سعرها 250 350 حاجة كده. مامتي كمان جابت دي اهي بنات. دي بقى اول حاجة هتحتاجيها في ان شاء الله لما تقومي بالسلامة، بيتحط فيها للبيبي. دي ماركة بامبينو، اللي هي الصغيرة بتاعت الاعشاب او المية او كده اهي يا بنات. هو ده كده شكلها، وبرضو فيها كتالوج كده من جوه. الحاجات دي المفروض تقريها بقى وتفهميها قبل ما تستخدمي اي حاجة. ودي يا بنات دي سعرها 35 جنيه اهي، مكتوب عليها السعر، فدي سعرها 35 جنيه كمان يا بنات. بس دي لسه بدري عليها شوية. دي بتاعة
فواكه شوخليلة اللي هي بتحطي فيها الفاكهة وهو بقى يعضعض فيها البيبي ويبتدي ياخد العصارة والفوائد والفيتامينات بتاعة الفاكهة اللي انتي هتحطها له، فراولة بقى، بطيخ، كيوي، الحاجات دي. هو ده كده شكلها، بس دي لسه بدري عليها، دي سعرها 65 بس والدتي جابتها، فيها شوكليلة كده كمان، فحلوة قوي. وطبعا مهم جدا انك انتي يبقى عندك الأداة دي بتاعة تنظيف الببرونات، دي للكبيرة، ومعاها اهي واحدة منفصلة اهي صغيرة، ودي ما كانتش غالية، اعتقد ب39 يعني 40 جنيه، فبرضو مهمة. بصوا بقى يا بنات، جبت الغيار ده من محل ماي بيبي. الغيار بتاع شيكو، هو ده كده شكله اهو يا بنات. بيبقى كده، ده شكله كده من جوه، وهنا في سوسته كده لو انت حابه تحطي فيها حاجات او كده، قطن بقى، مناديل، اي حاجه، وتفتح سكوتش، و بتبتدي بقى ايه تفردي كده بالشكل ده، وهنا دي بتتفرد بقى الناحيه دي بالطريقه دي كده اهو. تحطي بقى هنا حاجات، هنا في سوسته، تحطي بقى هنا حاجات، تحطي مناديل، تحطي قطن، تحطي اي حاجه انت عايزاها، تعقيم. وهنا بقى الغيار، وبعدين بترجعي تقفلي كده اي حاجه بالشكل ده، وتلميه تاني ويتقفل، وبترجعي تشيليه عادي جدا مره تانية. ده برضو بتاع شيكو، حباه قوي، الماركه بتاعته حلوه قوي. هقول لكم دلوقتي الاسعار مع بعض. كمان يا بنات جبت، بس دي انتي ممكن تستني عليها شويه، الشياله دي بتاعت شيكو، هي غاليه وكل حاجه، بس بصراحه تستاهل. هو ده كده شكلها. الشياله دي يا بنات مهمه جدا جدا. اولا هي فيها كل الاوضاع، بصوا من اول يوم للبيبي لحد بقى شهور ان شاء الله، او سنتين تقريبا، وبجد حلوه جدا، عمليه قوي، ناعمه جدا وصحيه، والاوضاع بتاعتها كلها صح وصحيه جدا اهي يا بنات. بصوا مكتوب ان هي من يوم ل4 شهور، لمعرفش الوضع التاني ده لحد الشهور الاولى ما تخلص، ودي لحد سنتين تقريبا. وهو مكتوب هنا وضع الاستلقاء نوما هادئا، وضعيتان للنقل باتجاه الامام واتجاه الطريق، اللي هو الوضعية دي والوضعية دي حلوة جدا يا بنات. وتقدري تسألي الدكتور بتاعك، انا سألت الدكاترة قبل ما اجيبها، قالوا انها حلوة جدا وكويسة جدا، بس اللي هو بقى ما تعتمديش عليها اعتماد كلي، لا، لو عندك مشوار، لو في حاجة، لو في نادي، لو نازلة طالعة، حاجات زي دي. هو ده كده شكلها يا بنات، وكده هوريكم شكلها. بسم الله اهي. انا حبيت اجيبها اسود في رمادي، في منها اسود واحمر، في منها رمادي بس. هو ده كده شكلها اهو. بقى بتحطي البيبي كده، اوريها لكم كده هنا يا بنات، وبعدين بتبتدي انك انتي تقفلي، ودي وضعية الراس بتبقى هنا، والجزء ده بيتفك كده لو انتي عايزة تخلي راس البيبي تبقى بره، او لو مفيش شمس، او لو حاجات كتير. هو ده كده،
وبتتركب تاني عادي، بتتشال خالص اصلا، بس انا مش حابه اشيلها. وبجد حلوه قوي. بصوا المجسمات دي مش بتبقى حاجات من فراغ، دي بتبقى عشان ليها علاقه بالظهر ووضعيه البيبي وكده. ودي طبعا حاجات تبعك، هبقى اوريها لكم ان شاء الله وقت استخدامها، واوريكم تتركب ازاي. طبعا ماركه شيكو، امان ومعروفه وكل حاجه. دي يا بنات جبتها من مكان زي مكان مستلزمات طبيه، الشركه نفسها برضو عمته اللي جابتها يعني خلتها تجيبها لي، فجابتها لي هي والكفر. دفعت في الاتنين تقريبا 600 جنيه. بصراحه سالت على شيكو دي الشياله لوحدها بره لقيتها ب1000 جنيه، فكان بالنسبه لي الاتنين مع بعض، الشياله والكفر الغيار 600 جنيه، دي حاجه حلوه جدا. فجبتهم، بس يعني انا بقولكم الاسعار اللي انا جبتها دي مش هتلاقوها بره، الا لو ليكي بقى حد في شركه في مكان معين. واهم حاجه انها تكون اصليه. مش عارفه بصراحه في منها تقليد ولا لا، بس المهم ان انتي تكوني برضو ضمناها. فجبتها. كمان يا بنات الشنطه من اهم الحاجات بقى، شنطه مستلزمات البيبي بقى. انا جبت دي كانت ذوق باباه، هو ده كده شكلها. هفتحها كده اوريها لكم. بتتفتح كده هنا، بتتلم بكبسول تمام، وبتتفتح. هنا فيها بسم الله كده، فيها بقى تقسيمه كده. هنا ممكن تحط فيها حاجات، وهنا بقى تحطي البيبرونات. طبعا فيها هنا السوليفان، ده اللي بيحافظ على درجة الحرارة بتاعة البيبرونات او ايا كان الحاجة اللي هتحطيها، سواء سخنة او ساقعة. اهي بالشكل ده كده يا بنات. وهنا بقى السوستة، تفتحيها بالشكل ده اهي يا بنات، تفتحيها بالشكل ده، بتفضي بقى الاكياس والحاجات دي. انا هفضيها معاكم ان شاء الله. ابقى اجهز بقى شنطة الولادة ونعمل فيديو مع بعض، بس يعني هجهزها مع بابا بصراحة، وبعدين هبقى اوريكم انا حطيت فيها ايه. طلع بقى كل الحاجات دي. بصوا المساحة ما شاء الله، بصوا المساحة جوه قد ايه، واسعة جدا. فيها من هنا تقسيمة اهي، ومن هنا فيها تقسيمة، وهنا في برضو تقسيمتين اهو. وبتحطي بقى الحاجة هنا براحتك. وفي هنا جيب داخلي اهو بالشكل ده، تحطي فيه اي حاجة. وتحت بقى في هنا اهو جيب اهو يا بنات، هو ده شكله. وفي بقى الجيب ده اللي هو لو انت حاطه حاجه تحت ومش طايلاها، بدل ما تفتحي من فوق بتفتحي من ورا هنا كده بالشكل ده كده، وتاخدي الحاجه من تحت اقرب لك وترجعي تقفلي تاني تمام. وبقى الاتنين دراع. وهنا لو انتي هتعلقيها على اللي هي اسمها ايه، العربية يعني، بس لسه بقى العربية ان شاء الله لما يبقى سن معين كده هنشوف هنحتاجها ولا ايه. فطبعا مهمة جدا 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 لا خلاف عليها. في بتاعة لاكوين، بس انا بصراحة كنت جبت دي نسيت خالص بتاعة لاكوين، وفي نفس الوقت مكانش عندي خبرة ان انا اعرف ان في ماركة وكده. ودي برضو حلوة جدا، ووتر بروف وخطيرة ونفس المواصفات، وسعرها 700 جنيه، مش رخيصة بصراحة. بتاعت لاكوين واصلة 1000 و1200، فالفرق مش كبير. فبرضو دي حلوة قوي، فلازم تجيبيها. تعالوا بقى اوريكم حاجات العناية، الحاجات اللي جبتها يا بنات. كمان دي السكاتة جابتها عمته طبعا، فهو ده كده شكلها تمام.
تمام. انا مش عارفه سعرها كام برضو لان هي اللي جابتها، ماركه بابلز. ده شكلها كيوت خالص. و اهو جبنا الشاور ده من بندولين بالافوكادو والموز وفيها بانسينول وحاجات كده، ومكتوب من ورا، ودي اهم حاجه لازم تاكدوا منها، ان هو استخدام من عمر يوم وامن على الاطفال. فده الشاور جبته يا بنات. وجبت كمان الشامبو برضو اهو، ده بالشيا كده الشامبو والشاور. جبت الزيت من بندولين، وكمان جبت البرفيوم او اللي هي الكولونيا بتاعتهم، وطبعا مكتوب كحول فري، مفيهوش اي نوع من انواع الكحول. فجبت الحاجات دي. كمان كريم الحفاض جبت ده. اخر حاجه يا بنات في العنايه حابه اوريها لكم، هي منتجات الكريم الحفاض بتاع باشون بيبي. انا كنت عايزه اجيب اويل زنك بس للاسف ما لقيتوش، لقيته ناقص، وفي نفس الوقت لقيت خالي العيال بيشكر جدا جدا تحديدا في كريم الحفاض بتاع باشون بيبي، فانا جبته وجبت 2 منه لاني اكيد هحتاجه يعني وكده. فجبت ال2 دول، الواحد كان ب90 او 95 جنيه. هو ده شكله اهو، كريم ترطيب منطقة الحفاض، حلوة قوي. وانا متحمسة لمنتجات باشون بيبي وبندولين جدا، فجبت 2 عشان يقعدوا كده معايا حبة حلوين. وهو فيه 100 جرام، الواحد 100 جرام، فجبت ال2 دول. تعالوا بقى اوريكم اخر مستلزمات خالص حابة ان انا اوريها لكم. وكمان يا بنات جبت المرطب اللوشن بتاع بندولين برضو. ده انا فاكره سعره، ده كان سعره 90 جنيه برضو. الحاجات دي انا جايباها من شركه يا بنات، فالاسعار اقل من السوق اللي بره. ده ب90 جنيه، ودول انا فاكره ان انا جبتهم بحوالي 300 جنيه مع بعض. فدي الحاجات اللي انا جبتها. جبت القطن ده، مش فاكره القطن ده احسن يا بنات، اللي هو اسمه قطن شرايح، علشان ده مش زي القطن التاني، مش بيسيب اثر ومش بيسيب شعيرات ومش بيمسك في البشرة ولا كده. فجبته. فانتي لو هتجيبي هاتي بتاع الميك اب عادي اللي هو الشرايح، مهم جدا. وجبت المناديل دي اهي، بس المناديل دي يا بنات بصراحة انا عرفت انها غلط، حتى لو ووتر اهي مكتوب ووتر بس غلط. فانا جبتها على اساس بقى ايه، لو اكلنا بره، لو انا ايدي مش نظيفة، لو ايده هو اتحطت على اي ترابيزة مش نظيفة كده، لكن مش كنظافة شخصية لي. اكيد انتوا فهمتوا ان انا مش هستخدمها للحفاض، لا خالص، بس انا جايباها الحاجات زي دي. فجبتها. دي سعرها كان 50 جنيه. وجبت الكحول ده ازور، انا بحبه قوي، حتى في الشغل في اي مكان كنت بستخدمه وبجيبه على طول. طبعا هحتاجه عشان السرة وكده، فبرضو جبته. في حاجات معينة بقى جبتها لنفسي، تعالوا اوريها لكم. كمان يا بنات جبت دي اللي هي فوطة القشط. لما جبتها والدتي قالت لي ان شاء الله ما فيش قشط وان شاء الله ما فيش الحاجات دي، فلا ما تجيبيش منها، فما جبتش منها غير واحده اهي مكتوب فوطة قشط. دي جبتها من خلود كيدز، فرع الحميات التاني بتاع حديث الولاده، وسعرها كان 56 جنيه، مش رخيصه والله، يعني 60 جنيه، وهي صغننه خالص. فجبتها، شكلها عسول كده وكيوت. الحاجات بقى اللي انا جبتها لنفسي واللي انتي هتحتاجيها، اول حاجه يا بنات جبتها هي السيمبل فينوس. انا بحب النوع ده قوي، اولا سريع،
ثانيا في افوكادو وفي خلاصة الجل والحاجات دي. فانا جبتها. دي فيها مش عارفة فيها كام بالظبط، 8 ولا كام، تقريبا فيها 8. هي بنات بحبها جدا، سلسة جدا في الاستخدام. طبعا مش هتقدري تستخدمي لا سويت ولا اي حاجة. شوفي انتي بقى الوسيلة اللي انتي هينفع تستخدميها، واستخدميها طبعا قبل الولادة. فانا دي اللي بستخدمها حاليا. انا بحب السويت جدا لانه بيشيل طبقة الجلد الميتة وبيفتح وبينعم، بس فعلا في الحمل بتبقي في حالة تانية خالص. فانا جبتها. طبعا لازم تستخدمي وسيلة ازالة للشعر امنة ومريحة وكده. فانا طبعا لازم تجيبي الوسيلة بتاعتك وتستخدميها قبل الولادة. دي كان سعرها 195 جنيه فجبتها. كمان يا بنات هتحتاجي فوط صحية للولادة، هتلاقيها في الصيدليات. انا جبت دراي الترا معروفة، وفي حاجة اسمها ريلاكس، وفي انواع كتير، بس دراي معروفة. وانا جبت العادية اللي هي الفوطة العادية، محبتش اجيب البنسي لانه خفيف وهتحتاجي تلبسي عليه بنسي، فبصراحة ما حبيتوش فجبت دي. مش عارفة دي سعرها مش مكتوب سعرها يا بنات، بس هي فيها 14 فوطة، وطبعا هي رفيعة جدا وقطن 100% وخطيرة، فجبتها. طبعا لازم تكون معاكي. والبانسينول ده بس ده بناء على بقى الدكتور هو اللي كاتبه عشان النيبلز، تستخدميها بقى عشان الرضاعة والتشققات والألم والحاجات دي كلها. فكل ما بيخلص بقى بجيبه. بس كده يا بنات، دي الحاجات اللي انتي هتحتاجيها. ولما ان شاء الله ابتدي احط شنطة الولادة اكيد هوريها لكم واقول لكم ايه الحاجات اللي هاخدها معايا.